في وقت من الأوقات في عصر من العصور في كوماندرا من 500 سنة الناس كانوا عايشين في خير وسلام مع التنانين المخلوقات السحرية اللي كانوا عايشين معاهم في سلام. وكل تنين من التنانين كان ليه سحره الخاص لحد ما جه الدرون اللي كان بيتغذى على البشر وبيحولهم لقطعة من الحجر، وكل ما كان بيحول بشر كل ما كان عدده بيتضاعف ويزيد. وساعتها التنانين ما سكتتش، حاربت بكل قوتها علشان تقضي على الدرون. بس ده ما كانش كفاية بالنسبة للدرون. الدرون حول كل التنانين لقطعة من الحجر ما عدا تنينة واحدة اسمها سيسو داتو. التنينة دي جمعت كل سحرها في جوهرة وقدرت تقضي على الدرون. في الوقت ده كل البشر اللي اتحولوا لحجارة رجعوا لطبيعتهم من تاني، إنما التنانين فضلت حجارة زي ما هي. إنما سيسو اختفت عن الأنظار ومحدش يعرف عنها حاجة لحد دلوقتي. البشر مقدروش قيمة التنانين واللي عملته علشانهم، إنما كل اللي كانوا بيفكروا فيه هو إنهم يمتلكوا الجوهرة علشان تحميهم من أي درون في المستقبل. فاتخانقوا وكوماندرا اتقسمت ل5 أراضي، كل أرض فيهم اتسمت على جزء من أجزاء التنين بعد ما كانت أرض واحدة بتجمعهم كلهم، وكلهم بقوا أعداء. وساعتها كان لازم الجوهرة تختفي عن عيونهم علشان ما تقومش أي حرب بين ال5 أراضي. الجوهرة اختفت في مدينة القلب، وبعد ما عدى أجيال على وجود الجوهرة في القلب جيل ورا جيل كان بيحرسها. إنما في الوقت الحالي الزعيم بانجا هو اللي بيحرسها. بانجا كان عنده بنت صغيرة اسمها رايا وكان جواها روح المحاربة، فكان بانجا بيدربها وبينمي موهبتها وبيأهلها إنها تكون حارسة جوهرة التنين. فحطها في اختبار إنها تقدر توصل لجوهرة التنين وتعدي كل الصعوبات اللي موجودة علشان توصل لها. وفعلا رايا عدت كل الصعوبات اللي واجهتها هي وحيوانها الأليف توك توك ووصلت لجوهرة التنين لحد ما لقت قدامها باباها الزعيم بانجا وتحداها إنه مش هيخلي حتى صباع رجلها الصغير يلمس الأرض المحيطة للجوهرة. وابتدوا يبارزوا بعض لحد ما رايا كسبت في الآخر ووصلت للجوهرة. فباباها قال لها إن جيل ورا جيل من عيلته أخدوا عهد على نفسهم إنهم يحموا الجوهرة، ودلوقتي هي بقت من ضمن حراس الجوهرة ونجحت في الاختبار. اليوم اللي بعده بانجا قرر إنه يعزم كل الأراضي اللي اتفرقت ويجمعهم في أرض القلب، وإنه يحاول يرجع اتحادهم من تاني زي ما كانوا زمان. انما رايا كانت فاكره ان باباها جايبهم علشان يحاربهم، فباباها سالها انتي تعرفي ايه عن الاراضي التانية وشعوبها؟ فرايا ابتدت تحكي عن كل شعب وقالت اول شعب هو شعب الديل، انهم عايشين في صحراء وكلهم محاربين بيقتلوا بشراسه. الشعب التاني هو شعب المخلب وارضهم عباره عن سوق عايم على وش الميه ومليان صفقات غير مشروعه وبيقتلوا برضه بشراسه. الشعب التالت هو شعب الظهر، الشعب ده بيعيش في غابه مليانه بالتلج واللي بيميزهم ان حجمهم ضخم وفقوسهم كمان ضخمه. انما اخر شعب هو شعب الناب، وده أشر شعب في الشعوب اللي فاتت كلها، واللي بيميزهم قططهم الضخمة اللي بتاكل أي حاجة قدامها. وبعد ما خلصوا كلام مع بعض الشعوب اللي عزمهم جم على الغدا ورحب بيهم واستقبلهم أحسن استقبال، وقال لهم إنه نفسه إنهم يتحدوا من تاني ويرجعوا كوماندرا من جديد. أما عن رايا فتعرفت على بنت من شعب الناب اسمها نماري، قعدوا يتكلموا مع بعض ونماري ادت لرايا خريطة ممكن يعرفوا منها مكان التنينة المفقودة اللي هي سيسو. وبعد ما أخدوا على بعض رايا حبت توري لنماري جوهرة التنين، وأول لما دخلوا المكان بتاع الجوهرة نماري اتحولت 180 درجة وضربت طلقة في الهواء، وفي ثانية محاربين من الناب بقوا قدامها. ساعتها بانجا اللي هو زعيم القلب عرف ان الناب كانوا جايين بنية الغدر مش بنية الصلاح والاتحاد، وساعتها وقف جنب رايا وحاربوا هما الاتنين بكل قوتهم علشان يحموا الجوهرة. بس للأسف بانجا جاله سهم في رجله ومعرفش يحمي الجوهرة، ومن كتر الناس اللي كانوا بيتخانقوا عليها الجوهرة اتفتتت ل5 حتت، كل شعب أخد جزء منها. ومرة واحدة ظهر الدرون من تاني وما كانش بيخاف إلا من حاجتين، قطع الجوهرة وبيبعد عن المية، وابتدى يحول كل الناس اللي واقفة لحجارة. فالناس ابتدوا يحموا نفسهم بقطع الجوهرة، إنما رايا وبانجا وتوك توك فضلوا جنب المية وكانوا كمان بيحموا نفسهم بقطعة الجوهرة اللي معاهم. بانجا ما كانش قادر يجري وسط الناس بسبب السهم اللي صابه في رجله، فودع رايا ورماها هي والجوهرة وتوك توك في نص المية وتحول لحجر زي كل الناس اللي حواليه. واللي عرفوا ينجوا من الدرون هم بس اللي كان معاهم قطع الجوهرة.
أيام وسنين عدت من ساعة الحادثة دي، والدرون ماشي يحول كل حد يقابله لحجارة. وبعد ما عدى 6 سنين رايا كبرت هي وتوك توك، وكل اللي كان شاغل تفكيرها إنها تلاقي سيسو من الخريطة اللي اديتها لها نماري زمان، وتعمل جوهرة تانية تقضي بيها على الدرون وترجع باباها من تاني من بعد ما بقى حجر. راحت عند كل نهر ودورت على سيسو لحد ما وصلت لآخر نهر، وترجتها إنها تظهر لها عند آخر نهر. وهنا سيسو ظهرت وكانت فاكرة كل حاجة كأنها امبارح. بس رايا صدمتها وقالت لها إنه عدى على الكلام ده أكتر من 500 سنة. ولما سألت رايا عن إخواتها التنانين قالت لها إنهم اتحولوا كلهم لحجر، وإنها اختفت بعد ما قضت على الدرون. إنما اللي حاصل دلوقتي إن الجوهرة اتقسمت لقطع. فرايا طلبت من سيسو إنها تعمل لهم جوهرة تانية يقضوا بيها على الدرون نهائيا اللي موجود دلوقتي. فسيسو رفضت وقالت لها الموضوع مش سهل بالسهولة اللي انتي بتتكلمي بيها دي، والحل الوحيد اللي كانت شايفاه سيسو إنهم يجمعوا كل قطع الجوهرة من ال4 أراضي الباقيين ويقضوا على الدرون للأبد. في الوقت نفسه اللي كانت فيه رايا مع سيسو، نماري وجنودها وقططها كانوا بيدوروا على رايا علشان تاخد منها الخريطة اللي اديتها لها زمان. رايا وسيسو وصلوا لأول أرض اللي هي أرض الديل. فسيسو قالت لرايا إنهم نسيوا يجيبوا هدية لزعيمة الديل، وإنها شايفة إن الحل إنهم يثقوا في بعض علشان يعرفوا يقضوا على الدرون. رايا ما عملتش أي اعتبار لكلام سيسو، وقدروا هما الاتنين يعدوا من فخ ورا فخ لحد ما وصلوا لزعيمة الديل، والجوهرة كانت في ايديها. فسيسو سألت رايا هي ازاي ماتت والجوهرة لسه في ايديها؟ فرايا قالت لها اكيد وقعت في فخ من بتوعها من اللي كانت عاملاهم لأعدائها. وبعد ما اخدوا الجوهرة من الزعيمة، واول ما سيسو مسكتها اتحولت لبني ادمة، وكانت فرحانة بشكلها جدا وهي انسانة. وقالت لرايا ان ده سحر اختها براني، انها بتقدر تتحول لبشر، وانهم هيقدروا يلاقوا باقي اجزاء الجوهرة بسهولة جدا. وهم واقفين بيتكلموا مع بعض لقوا نماري وقططها وجنودها داخلين عليهم. وبعد ما رايا ادت لها الخريطة بتاعتها كانت عايزة تقبض عليها هي وسيسو، اللي ما تعرفش انها سيسو التنينة لانها كانت في هيئتها البشرية. بس رايا وسيسو قدروا يهربوا منها ونطوا في نص المية، لان رايا كانت عارفة ومتأكدة ان القطط بيخافوا من المية ومش هيجروا وراها. لحد ما وصلوا المركب في البحر ولقوا صاحبها ولد صغير اسمه بون. ورايا عملت معاه صفقة انه يوصلهم لارض المخلب تديله عملات معدنية لونها اخضر كانت عندهم في نفس مكانة الفلوس. بون وافق على طول اول ما شاف العملات المعدنية في ايد رايا، وخدهم على طول على ارض المخلب. وهم في طريقهم لارض المخلب بون عمل لهم اكل طعمه حلو قوي، بس رايا كانت خايفة انه يكون مسمم فرفضت انها تاكل منه. انما سيسو خلصت على طبقها كله، ما كانتش مدية اخوانه. ولما وصلوا لارض المخلب رايا طلبت من سيسو انها تفضل في المركب مع بون لحد ما تروح تجيب قطعة الجوهرة من الزعيم وتجيلها تاني. فدخلت رايا هي وتوك توك المدينة، وهم بيدوروا على الزعيم لقوا بنت صغيرة بتعيط. صعبت على رايا جدا وراحت علشان تشوف هي تبع مين. لقت البنت الصغيرة ضربتها وسرقت منها شنطتها اللي فيها فلوسها وقطع الجوهرة اللي معاها، وطلعت تجري هي وقرودها ال3. فضلوا يجروا ورا بعض لحد ما رايا قدرت تاخد منها شنطتها والحاجة اللي كانت فيها. طلبت من البنت الصغيرة وقرودها ال3 إنهم يشتتوا انتباه حراس زعيم المخلب لحد ما تعرف تطلع عنده وتتكلم معاه وتاخد منه قطعة الجوهرة بتاعته، وده طبعا مقابل إنها تديها من العملات اللي عاملة زي الفلوس. وساعتها رايا وقفت قدام زعيم المخلب، بس المفاجأة ما طلعش هو الزعيم، طلع بياع ورد. ولما سألته رايا عن مكان زعيم المخلب قال لها إن الزعيم دلوقتي ما بقاش زعيم، بقت زعيمة مدسوسة وسط الناس وبتخدع في الناس كلها. في الوقت نفسه سيسو كانت زعلانة جدا انها ما قدرتش تجيب هدية لزعيم المخلب، بس بون رد عليها وقال لها انت كبيرة تعرفي تجيبيها بالتقسيط. ولما سألته يعني ايه تقسيط قال لها يعني تاخدي كل حاجة انت عايزاها وتبقي تدفعي لهم بعدين. فجريت على طول على المدينة وفضلت تاخد هدايا من هنا وهناك لحد ما البياعين وقفوا لها واتخانقوا معاها وقالوا لها مفيش تقسيط هنا، احنا ما نعرفكيش، احنا عايزين فلوسنا دلوقتي حالا. فقالت لهم انا مش معايا فلوس، بس صاحبتي رايا معاها فلوس وقطعتين من الجوهرة. فجت ست كبيرة من وسط الزحمة وقالت لهم مالكوا دي ضيفتنا، انتوا بتتعاملوا مع ضيوفكوا كده؟ واخدتها وقالت لها انها هتوديها لزعيم المخلب علشان تقدم له الهدايا اللي هي عايزاها. فسيسو قالت لها ان دايما رايا بتقول لها انها ما تثقش في حد،
وإنها عكس رأي رايا تماما. والدليل على كلامها إن الست الكبيرة هتوصلها لزعيم المخلب من غير ما تعوز منها أي حاجة. سيسو فضلت ماشية معاها، والست الكبيرة قالت لها إن زعيم المخلب ورا البوابات. ولما وصلوا هناك وفتحوا الأبواب، سيسو لقيت خيال زي ما يكون زعيم المخلب، وابتدت تتكلم معاه. بس لما ركزت لقيته عبارة عن حجر، والدرون ظهر حواليها من كل مكان. فالست الكبيرة هددتها وقالت لها إنها لو ما قالت لهاش عن مكان قطعتين الجوهرة هتسيبها مع الدرون تتحول لحجر زي زعيم المخلب بالظبط. فساعتها رايا دخلت هي وتوك توك وخطفوا الجوهرة اللي ماسكاها زعيمة المخلب وأخدوا سيسو. وأول لما سيسو مسكت الجوهرة عملت غبار كتير قوي حواليها، وقالت لرايا إن ده سحر أخوها جاكان، وجريوا على طول على مركب بون. أما عن بون فتفاجئ لما لقى إن رايا جايبة معاها البنت الصغيرة وقرودها، فرايا قالت له إنهم هيكملوا معاهم الرحلة للظهر، وتحركوا بالمركب ناحية أرض الظهر. سيسو كانت زعلانة جدا إنها وثقت في الست الكبيرة وكانت هتقتلها. فرايا قالت لها أنا قلتلك قبل كده يا سيسو إنك ما تثقيش في أي حد تتعرفي عليه. ولما وصلوا لأرض الظهر سيسو أخدت أكل من بون وجريت على هناك على طول، وقالت لرايا إنها تثبت لها إن الثقة في الناس مش حاجة وحشة. فرايا جريت وراها على طول وفضلت تقنعها إنها ما تخبطش الباب لحد ما يشوفوا المكان من حواليهم وهل في خطر هيهدد وجودهم ولا لأ. فسيسو ولا كأنها سمع رايا وخبطت على الباب. فرايا جت علشان تلحقها، هما الاتنين وقعوا في فخ كان محطوط على الباب. ولما فتحوا عينيهم لقوا قدامهم راجل ضخم من شعب الظهر، وقعد يهددهم ويضحك ويعيط في نفس الوقت كأنه راجل مجنون. وهو واقف يتكلم معاهم دخل عليهم توك توك وبون والبنت الصغيرة وقرودها ووقعوه على الأرض وربطوه. واتفاجئوا كلهم إن نماري وجنودها واقفين تحت بيطلبوا من شعب الظهر إنهم يسلموها رايا يا إما هتحاربهم. فرايا سألت الراجل الضخم عن اسمه وعن اللي حصل لشعبه. قال لها إن اسمه طونغ وإن الدرون قضى على شعبه بالكامل وهو الوحيد اللي قدر يعيش منهم. فرايا طلبت منه إنه ينقذ صحابها بون وسيسو والبنت الصغيرة وقرودها وتوك توك ويدلهم على مخرج تاني غير اللي واقفة عنده نماري، وإنها هتواجه نماري لوحدها. فسيسو رفضت إن رايا تواجه نماري لوحدها، بس رايا قالت لها إنها حافظاها من وهي صغيرة. فتونغ أخدهم على المخرج التاني ورايا راحت لنماري لوحدها وقالت لها خلينا نتحارب احنا الاتنين ولا انت خايفة اني اهزمك يا نماري؟ فنماري أمرت جنودها إنهم ينزلوا سلاحهم، وابتدت هي ورايا يحاربوا بعض. وبعد ما حاربوا بعض كتير نماري قدرت توقع رايا على الأرض وتاخد منها سلاحها وخلاص كانت هتضربها. لقوا سيسو داخلة عليهم بهيئة التنين وهي متعصبة وملت المكان كله غبار. وقتها رايا قامت من على الأرض وأخدت بون وطونغ وتوك توك والبنت الصغيرة وقرودها اللي كانوا مذهولين من إن سيسو كانت معاهم طول الوقت ده وما يعرفوش إنها التنينة، وجريت بيهم على المركب. إنما سيسو وقفت قدام نماري وعيونها مليانة غضب. فنماري اتأثرت جدا لما شافت سيسو ودمعت. فسيسو سابتها وراحت على المركب على طول. وعلى المركب بون كان زعلان جدا لانه لو عرف من ساعتها انها سيسو كان ساعدهم لان الدرون خسروا اهله كلهم. وكمان تونغ قال طالما هيقضوا على الدرون فادي قطعة الجوهرة بتاعتي اهي واداها لسيسو. واول لما سيسو مسكت الجوهرة المطرة ابتدت تمطر، وقالت ان ده سحر اخوها الكبير بينجو المسؤول عن سحر المطر. وكملوا كلهم رحلتهم للناب. اما عن نماري فكانت مذهولة من ساعة لما شافت سيسو قدامها وراحت لمامتها في الناب وقالت لها عن كل اللي حصل، وطلبت منها انها تدي لسيسو قطعة الجوهرة اللي معاهم لان سيسو عايزة تنقذ العالم من الدرون. بس اللي حصل ان مامتها رفضت لانها شايفة ان ال5 اراضي شايفين ان الناب هي السبب في اللي حصل زمان، فلو ادوها قطعة الجوهرة اللي معاهم هيفضلوا مذنبين في عيون الكل. انما لو جابوا سيسو للناب وانقذت العالم من ارضهم الوضع هيتغير تماما وهيبقوا هم اللي انقذوا العالم من الدرون. مركب بون كانت في طريقها للناب هي وكل اللي عليها، وكانوا بيفكروا ازاي يدخلوا الارض الناب. فكل واحد منهم اقترح خطة. مثلا بون كان شايف انهم يتسللوا لحد ما يبقوا هناك وبعدين هو وتونغ يحاربوا جنودهم، والبنت والقرود الصغيرين ياخدوا الجوهرة من زعيمة الناب ويدوها لسيسو، وسيسو تجمع الجوهرة وتنقذ العالم. اما عن سيسو فكانت شايفة انها تدخل لنماري بهدية ويتصاحبوا وتاخد قطعة الجوهرة منها وينقذوا العالم. فرايا عجبتها خطة بون اكتر من سيسو.
سيسو وقتها زعلت جدا وأخدت رايا لمكان اخواتها التنانين، وابتدت تعرف رايا عليهم وتحكي لها اللي حصل زمان، إن جوهرة التنين ما كانتش من صنعها هي، إنما كل واحد من اخواتها حط سحره في الجوهرة، واختاروا سيسو علشان هي اللي تمسكها وتقضي على الدرون، واختاروها لأنهم وثقوا فيها وهي كمان وثقت فيهم، وساعتها ادولها الجوهرة وتحولوا لحجارة وهي قضت على الدرون تماما. فأقنعت رايا إن المشكلة مش مشكلة جوهرة، المشكلة هي مشكلة ثقة ما بينهم، ورايا أخيرا وافقت على خطة سيسو. ولما سيسو قعدت تفكر هيقدموا هدية ايه لنماري، رايا عرفت الهدية المطلوبة، وهي سلسلة التنين بتاعت رايا اللي عجبت نماري زمان وهم صغيرين. وفعلا البنت الصغيرة وقرودها عرفوا يوصلوا السلسلة عند أوضة نماري، وكان في رسالة معاها طلبت منها تيجي وهي معاها قطعة الجوهرة بتاعتها معاها. ولما وقت المقابلة جه نماري جت وجابت معاها قطعة الجوهرة بتاعتها، وأول لما سيسو ظهرت نماري طلبت منها إنها تيجي معاها هي وكل قطع الجوهرة اللي معاها. فسيسو وقتها قربت من نماري قوي، فنماري خافت ورفعت سلاحها، بس سيسو طمنتها وقالت لها انها واثقه فيها. ورايا لما خافت على سيسو ضربت سيفها في الهواء، فنماري اتخضت وطلع منها سهم صاب سيسو ووقعت في النهر، وساعتها الميه كانت بتجف والدرون ظهر في كل مكان. فنماري جريت ورايا جريت وراها، ولما بون سأل تونغ اللي بيحصل للميه قال له ان الميه كلها هتجف مع اختفاء اخر تنينه، وساعتها مفيش حاجه هتقدر توقف الدرون. ولما تدوروا وراهم ملقوش رايا، عرفوا انها راحت ورا نماري. وفعلا رايا جريت ورا نماري اللي لقت مامتها عبارة عن حجر، وفضلوا يحاربوا بعض والغضب كان عميهم. انما تونغ وبون وتوك توك والبنت الصغيرة وقرودها حاولوا يخرجوا الناس وينقذوهم من الدرون ويقربوهم من اي مية موجودة حواليهم قبل ما المية تجف، لان الدرون ما بيبعدش الا عن المية. انما رايا ونماري كانوا لسه بيحاربوا بعض لحد ما رايا هزمت نماري، وساعتها سمعتهم وهم بيحاولوا ينقذوا الناس، ففاقت من غضبها وجريت علشان تساعدهم. وهم خلاص بيخرجوا اخر واحد من المكان اللي هم فيه، وتوك توك كان في طريقه للخروج لقى الدرون في وشه. هي حاولت تحذره بس لقت اللي انقذه، لقت نماري واقفه وماسكه قطعه الجوهره في ايديها وبتقول لتوك توك يعدي، بس تونغ وبون حذروا رايا وتوك توك منها وانهم وثقوا فيها قبل كده وغدرت بيهم وقتلت سيسو، لحد ما الارض اتشقت وبلعتهم ولقوا نفسهم تحت الانقاض. فرايا قالت ان سيسو كل اللي كانت بتحاول تعمله انها تخليهم يثقوا في بعض. فرايا ادت لنماري قطعة الجوهر اللي معاها، واول واحدة فيهم اتحولت لقطعة من الحجر، وبعدها بون وبعدها تونغ، لحد ما نماري بقى معاها كل قطع الجوهرة. حاولت تهرب بيهم بس لما بصت وراها وشافتهم وهم حجر وانهم وثقوا فيها رجعت لهم تاني، وحاولت تجمع اجزاء الجوهرة وقدرت تجمعهم ووقفت جنبهم وتحولت هي كمان لحجارة. اما عن الجوهرة فقدرت تستعيد قوتها وسحرها من تاني وقضت على الدرون للأبد، وكلهم رجعوا تاني لطبيعتهم واتبسطوا جدا انهم نجحوا لما وثقوا في بعض، ولقوا كل الناس اللي تحولوا لحجارة رجعوا لطبيعتهم من تاني. ومرة واحدة سمعوا صوت غريب، كل التنانين اللي كانوا حجارة رجعوا لطبيعتهم من جديد واتجمعوا كلهم حوالين سيسو ورجعت هي كمان تاني. فسيسو سلمت على اخواتها اللي كانوا وحشينها وجريت على رايا علشان تسلم عليها وتشكرها انها قدرت تقضي على الدرون وترجعهم تاني للحياة. واخدت رايا وتونغ وبون والبنت الصغيرة وقرودها في حضنها، ولما جت نماري علشان تعتذر لها اخدتها هي كمان في حضنها، وكل واحد فيهم راح على اهله وعيلته علشان يشوفهم ويسلم عليهم. انما رايا اول لما وصلت لارض القلب هي وتوك توك لقيت باباها واقف وبيحاول يستعيد قوته، واخد لحظة علشان يتعرف عليها لانه عدى على الكلام ده 6 سنين، واكيد رايا شكلها اتغير، بس طبعا احساس الاب ما بيخيبش. عرف انها رايا واخدها في حضنه، وعرف ان رايا نجحت وقدرت ترجع جوهرة التنين. وهما بيتكلموا لقى سيسو قدامه بتقوله خليك فخور ببنتك يا زعيم بانجا، وقالت له انها عزمت كل الاراضي عنده في القلب علشان يتحدوا من جديد. رايا قدرت تخلي الاراضي ال5 يرجعوا كوماندرا من تاني. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تشوف كل جديد.